السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وألف خير يا رب. صباح الفل، صباح القشطة، كل سنة وانتم طيبين يا رب. يجعل أيامنا كلها هنا وخير يا رب. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلب الفراخ بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب. النهارده بقالهم 13 يوم زي ما انتم عارفين، او اللي متابعني يعني على القناة النهارده بقالهم 13 يوم. النهارده ما عملت لهمش اي حاجه زي ما انتم عارفين. اول يوم كده كنت هحط لهم الاستقبال، هقول لكم يعني على اللي انا عملته كده من اول ما جبتهم، اللي مش متابعنا او ما شافش معايا ايه الفيديوهات اللي انا نزلتها. اول حاجه عملتها جبت لهم معلقه سكر في الميه قيمه ساعتين ثلاثه كده قدامهم. وبعد كده بدات لهم بدواء الاستقبال اللي انا جايباه 3 ايام. وبعد ال3 ايام حطيت لهم ميه بيضه، وبعد كده حطيت لهم شويه خل في الميه كده. وحطيت لهم تاني اللي هو الدواء البشري اللي هو انا كنت مركه فلاجين، اللي هو المضاد مطهر معوي، هو مطهر معوي. حطيت لهم برده يومين. النهارده بقى ايه، غيرنا السقايه الصغيره وجبت لهم سقايه كبيره اهوت، لان انتوا عارفين كل ما الفرخ بيكبر معاكي كل ما ايه ما بيشرب اكتر او بياكل اكتر، فلازم تكوني ايه عامله حسابك كده اللي الوعي قدامه تكتر. لو انت عندك كميات كبيره، او لو كنت حاطه مثلا سقايه صغيره علافه صغيره لازم تكبريها بحيث ان الفراخ كلها يعني تاكل مع بعض، ما تجيش في اخر الدوره تلاقي الفراخ الاحجام بتاعتها متفاوته، واحد كبير واحد صغير. ليه؟ واحد بيعرف ياكل، واحد الحته زنق عليه ما هوش عارف ياكل. فلازم تكوني ايه موسعه لهم المكان من ناحيه ومكتره لهم العلافات والسقايات لو عندك عدد كبير. لو عدد زي اللي انا جايباه ده هون، السقايه الصغيره فضلت معاهم لحد امبارح. النهارده بسم الله ما شاء الله لقيت الفرخ بتاعي كبير وعاد بيشرب اكتر، عاد بياكل اكتر. النهارده غيرت، حطيت لهم ايه السقايه اول يوم. النهارده السقايه الكبيره اهي زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله 4 رتل اهو، يا 4 يا 5 والله ما اعرفش، بس هي الكبيره يعني اهي. والعلفه زي ما انتم شايفين حطها بقالي 3 4 ايام، لانه حشت الطبق اول ما استقبلتهم في طبق عشان ياخدوا ايه على الاكل واخدوا على الشرب وكده. حطيت لهم سقايه صغيره وطبق ينقضوا فيه كده ويتعلموا الاكل. ساعه ما كبروا شويه حطيت لهم العلافه دي بحيث الطبق ما عادش ينفع بقى يعملوا براس فيه، يتعبوا وكده ويبعتروه من ناحيه. لا، حطيت لهم بقى العلافه بتاعتهم. هذه كل الحاجات اللي انا عملتها على السريع كده في 3 4 ايام اللي فاتوا، عشان ايه ما كانش حد يعني ايه متابعني او حاجه. بسم الله ما شاء الله الفرخ بتاعنا ماشي معانا مظبوط ومية مية، مفيش اي حاجه. مادام الفرخ معاك ماشي مظبوط، ما بتعملوش اي حاجه ولا بتجيبوا له اي حاجه. المطهر المعوي دي انا كنت حاطه لهم بس ليه كوقايه كده، لان لقيت كام فرخ كده عنده ايه يعني مش زي اسهال، يعني بادئين كده في اسهال. قلت لا انا انهضهم احسن، حطيت لهم المطهر المعوي. بسم الله ما شاء الله جاب معاهم نتيجه زي العسل، وبقوا ايه زي العسل زي ما انتم شايفين اهو، كوقايه كده. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب ان شاء الله باذن الله كده، وما يخسرش حد وايه. وزي ما انتم شايفين الواحد ايه بيعمل له اللي عليه والباقي على ربنا ان شاء الله باذن الله، بس الواحد ما يهملش في الحاجه. الفرخ بتاعنا بسم الله ما شاء الله زي العسل اهو. حطيت لهمش النهارده اي حاجه بعد المطهر المعوي. النهارده لسه حاطه لهم بقى ايه السقايه الكبيره دهيت، وحاطه لهم ميه بيضه كده. يعني قعدوا يشربوا في المطهر المعوي دي يومين، حطيت لهم يومين. كانت لسه السقايه كانت صغيره، ما كنتش انا يعني حطيت ديت، كنت بحط لهم اي حبايه بقوم عاملاها كده وحطها لهم في قلب الميه. الجو النهارده بسم الله ما شاء الله زي العسل، الجو ما هوش برد ولا حاجه على الفراخ بتاعتك. لو انت يعني عندك فراخ ولا حاجه ما تكتريش عليهم بقى التدفئه او حاجه. الجو جميل بسم الله ما شاء الله. لو لمبه زي ده بس يشوفوا ياكلوا ويشربوا فيه بسم الله ما شاء الله تبقى زي العسل. الفرخ بتاعنا زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، فرخ زي الهنا وزي العسل اهو، ربنا يبارك يا رب. شايفين بسم الله ما شاء الله الفرخ فايق وحلو زي العسل. هنبتدي بقى ان شاء الله باذن الله كده نعمل لهم شويه ايه يعني حاجه من ناحيه تخلي احجامهم حلوه كده على اخر الدوره، ومن ناحيه تانية يبقى اللحم بتاعك مسكر كده وايه وطعمه زي السكر كده. من الحاجات اللي احنا هنحطها لهم كده ان شاء الله باذن الله. انتظروا بس من الفيديوهات اللي جايه كلها. الفرخ معانا بسم الله ما شاء الله كده من اول وقت كده اعمل له كل اللي انا عايزاه، لان انتوا قلت لكم فاول ما الفراخ بتيجي ما بعرفش ايه احط لهم حاجه او كده، بيبقى ايه الميه والعلف، او لو كان عندهم مثلا دور اسهال ولا حاجه بحط لهم ايه دواء. غير كده
بعد كده بنعمل لهم بقى ايه خلطات بقى، وبنعمل لهم حاجات كده من البيت ان شاء الله باذن الله. هنزل لكم كل يوم فيديو برده، كل يوم نعمل لهم حاجه مع بعض كده، بحيث اخر الدوره تلاقي الفرخ معاكي بسم الله ما شاء الله شايل احجام حلوه، ومن ناحيه تاني الفرخ معاكي بسم الله ما شاء الله اللحمه بتاعته حلوه كده ومسكره. يعني قدامهم يومين ان شاء الله باذن الله في العلف الناعم ده، ونحوشه بقى، لان زي ما قلت لكم النهارده بقى لهم 13 يوم اهو، فكفايه عليهم قوي كده بقى علف ناعم. زي ما قلت لكم العلف الناعم ده بيبقى فيه البروتين اللي هو اللي بخلي الفرخ بتاعك بسم الله ما شاء الله يعني يتاسس تاسيس حلو. فدي اللي بيفضل معاه 15 يوم ان شاء الله باذن الله. ايه هنجيب لهم علف وسط، هنشوف كده يقعد معاهم قد ايه برده، وايه ونمشيهم كده على نظام معين كده ان شاء الله باذن الله. يبقى كل حاجه من البيت، مش هنجيب لهم اي حاجه من بره. كل الحاجات اللي انا عاملها لهم ان شاء الله باذن الله، الوصفات وكله هتبقى من البيت ان شاء الله باذن الله. الفرخ بنام ماشي معايا ومظبوط، الواحد ما يقلقش منه. شو زي ما انا قلت لك على طول الفرخ معاكي كده الابيض، عايز اللي انت ايه تقوميه كده وتحركيه ياكل ويشرب. العلافه دي حتى كانت بقى التانية السقايه كانت التانية ما زغرت عليهم، كنت بملاها لهم مرتين في اليوم ولا حاجه. دي بسم الله ما شاء الله لو مليتها لهم حتى في اليوم ممكن اغيرها ايه، او املاها كل يوم مره واحده. التانية الصغيره كنت بملاها كل ما كانوا بيكبروا معايا كنت ما املاها اكتر، يعني كنت بملاها مرتين في اليوم. دي بقى ان شاء الله باذن الله النهارده لسه مبتديه معاهم اهوت، ان شاء الله باذن الله ايه هتبقى معاهم اليوم كله ان شاء الله باذن الله. دي يعتبر هتفضل معاهم ان شاء الله لاخر الدوره، لان هي كبيره ويعني 4 رتل او 5 رتل بسم الله ما شاء الله تقضيهم، يعني لان هم كميه يعني ما هياش ايه مش كبيره أوي ولا حاجه، فدي تقضيهم ان شاء الله. اما انت لو عندك زياده بتحط سقيتين، بتحط علفتين، بحيث زي ما انا قلت لك ياخدوا راحتهم في الاكل والشرب. تيجي تبص في اخر الدوره تلاقي الفرخ بتاعك معاكي بسم الله ما شاء الله كلهم اوزان واحده. يا رب تكون الفيديوهات بتاعتي خفيفة عليكم، وتكونوا بتستفادوا منها أي حاجة، وربنا ما يحرمنيش منكم يا رب إن شاء الله بإذن الله كده، وتبقى القناة بتاعتي أكبر قناة على اليوتيوب بحسكم معايا إن شاء الله بإذن الله. فدي كان الروتين بتاعي معاكم يا حبايب قلبي النهارده، ودي كان يوم معاكم النهارده. انتظروا مني فيديو ان شاء الله باذن الله. زي ما انا قلت لكم هنبتدي في الوصفات اللي من البيت، كل يوم وصفه كده باذن الله، عشان نيجي نطلع الدوره بتاعتنا نلاقيها دوره الخير والهنا علينا كده، ودوره كده شايله اوزان حلوه، ودوره بسم الله ما شاء الله اللحم بتاعها كده يفرح كده. فدي كان يوم معاكم النهارده، ودي كان الروتين بتاعي معاكم النهارده حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.